خرج المئات من المتظاهرين من أهالي الديوانية مطالبين بالإصلاح ومناشدين بإجراء تغييرات جذرية في الحكومة المحلية، معربين عن عدم قناعتهم بالإصلاحات الأخيرة التي حدثت في المحافظة. الإصلاحات التي يتحدث عنها الشارع العراقي إن كانت اتحادية مركزية أو محلية لن نشاهد أي إصلاحات ملموسة على مستوى الشارع العراقي غير الإصلاحات المالية الترقيعية. كل الناس في الديوانية يرفضون أن يأتي المحافظ بالمحاصصة، ونحن نعلم أن محافظ الديوانية أتى بالمحاصصة البغيضة ولم يأتي بالانتخاب الشريف. كل هذه الطاقات التي أتت في هذه المحافظة تريد أن تكون المحافظة محافظة نقية تبنى على أساس دولة مؤسسات حقيقية. وحذر آخرون من المماطلة بتنفيذ الإصلاحات خوفا من انفجار الشارع، مطالبين الحكومة بالإسراع بتنفيذ مطالبهم. لو انقنعت 1% جمهور ممكن كان يتأمل توصل إلى 10%، ممكن توصل إلى 10، لكن العملية كلها مناورة. الشعب غليان، ما ممكن أني أطبخ أكله على نار شمعة وعندك جياع. في الجمعة العاشرة على التوالي لا زال المتظاهرون في مدينة الديوانية يطالبون وينشدون الإصلاح، وغير مقتنعين بكل الإجراءات والإصلاحات المتخذة من قبل الكتل السياسية في المدينة. من الديوانية محمد الشمري.